مرحبا. من هذا؟ هل أنت مديحة؟ نعم. أنا زليخة. أيمكنك سماعي؟ كنت مندهشا. نعم. أنت فتاة يا مديحة. أنت تعلم أن قلب فتاتنا كما تغرق في آلام العدو. قد يكون عدوك ينتظر هاتفك. لا، لن أتحدث معه. متى قلت للتحدث معه؟ هذا يكفي بالنسبة له. تأخذ اسمه وتتحدث إلى شخص آخر. أنت لا تفهمني. لقد ضربوه كثيرا. لقد شاهدت الفيديو. يمكن لأي شخص أن يشعر بالسوء عند مشاهدة الفيديو. لقد شاهدت الفيديو. لقد رأيته. هل أقول له أنك اتصلت؟ أنك شاهدت الفيديو وشعرت بالسوء؟ لا تأخذ اسمي. لا أعرف كيف سيكون رد فعله. لم تظن أن ما سأفترضه. ماذا ستفترض؟ سوف أغلق الهاتف. يجب أن يكون حساءتي جاهزة. يستمع. نعم. أرسل لي عندما يكون بخير. اكتب فقط حسنا، سأفهم. وإذا صرخ إذن. تشعر بالألم. لا يتم تناوله عن طريق تناول الأدوية وتناول الحساء. أنا فقط له في وقت سابق. لا تخافوا. كل شيء سيصبح على ما يرام. إذا كانت ستأخذ الدواء وتناول الحساء ستكون بخير. تعرف ماذا قال؟ ماذا؟ سيظل الألم موجودا. دعنا نذهب. دعنا نذهب. السلام عليكم. السلام عليكم عم. وعليكم السلام. يوسف. لا يمكنك المشي. كان هذا رنين الحساء في 1:00 من الليل. هل تأذيت؟ من فعل هذا؟ قدم له الدعم. خذه إلى دراجتي. دعنا نذهب. عما، هل تشرب الشاي؟ أولا، اسمحوا لي أن أعرف سبب الحساء. سآخذ الشاي لاحقا. آسف. بسبب هذا اللقيط. وأنت كذلك. تعرض للتوبيخ. سآتي لأشرب الشاي مرة أخرى. بالمناسبة، لا تدع هؤلاء الأولاد يدخلون منزلك. البقاء المباركة.